قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترويع. احنا كلنا بالفطره في العموم بنخاف من التعابين، بالرغم ان احنا ما نعرفش حاجه عن التعابين تقريبا. معظم التعابين غير سامه، معظم العقارب غير سامه، معظم اسماك القرش غير قاتله وغير مؤذيه للبني ادمين، بس في فوبيا من التعابين. ففي لو واحده بتخاف من التعابين خوف عادي، فلو شافت تعبان ممكن تخاف، تعرق، نبضها يزيد، بتاع، ما يحصلش حاجه. لو هي عندها فوبيا وانا بهزر معاها جبت تمثال تعبان يعني حاجه وحطيته على كتفها في المرايه، ايه يحصل لها؟ ايه ده؟ الواقعه دي حقيقيه والزوجه ماتت. واحد بيهزر مع مراته بس هزار غلس او مش هزار، هو قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترويع. يعني هو انت عارف ان هو بيخاف من حاجه فانت بتغلس عليه، فاحنا بنقول ده عشان الاجتناب. واحد يقول لك ايه اصل انا عارفه بيخاف من ده، فانت هتعمل ايه؟ كل يوم بصبحه بالحكايه، او هي نفس الحكايه. فده الترويع، وده الترويع منهي عنه في حال الرجال والنساء والاطفال وكل حاجه. خلاص زي الاطفال، احنا برضو من طفل من هو صغير اجيب لك العو، اجيب لك برضو ده ترويع ومحرم، وهو كذب لان مفيش عو يعني عشان بس نبقى يعني هو تخويف بغير حقيقي، ما هو مش موجود اصلا. خلاص